يا صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولسه مكملين في فيديوهات الاجازة اللي لسه الحمد لله لسه ما خلصتش. تعالوا بقى نشوف النهاردة احنا هنعمل ايه. هوديكم مغامرة برضو حلوة قوي وحاجات حلوة قوي. تعالوا نشوف النهاردة احنا هنعمل ايه في الفيديو بتاعنا ويومنا النهاردة ماشي ازاي. انا فطرنا كده فطار سريع، شوية كيك مع شاي بلبن. وبصراحة كان المنظر اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو دوت، بصوا منظر تحفة. لقينا شوية ناس زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل كده، دول ناس يعني من اندونيسيا او مش عارفين بالظبط من تايلاند. بالظبط احنا مش عارفين ايه جنسيتهم، لكن هم اللي هم الناس الاسيويين دول دايما بيصحوا الصبح و يشغلوا الفيديوهات بتاعت اللي هي ايه، تمارين الصباح ديت الصبح بدري الساعة 8 الصبح الساعة 9 الصبح. فعايزة اقول لكم ان هي بتبقى حلوة، يعني انا بصحى عليهم، فبصحى على الصوت بتاعهم، لان هم تقريبا ساكنين في العمارة اللي جنبنا. وبعد كده هوت فطرنا، وبعد كده قلنا نتجه بقى لشارع النيل. في النهارده عندنا كذا حاجة عايزة اقول لكم عليها. النهارده في حاجات حلوة قوي هتحصل في الفيديو. طبعا انا طول ما انا ماشية الشوارع زي ما انتم شايفين كده بحب ان انا اصورها لكم واصور لكم المباني. المباني هناك حلوة قوي يا جماعة، مباني راس البر في حتة تانية خالص. يعني بجد المهندس اللي عملها شكلها حلو قوي، وكلها سوا واحد، يعني هي كلها دور ارضي ودورين بس، او 3 بلكونات. فاهمين؟ هي كلها كده، كلها 3 بلكونات، 3 بلكونات او 3 ادوار. كل العماير طول واحد، لكن هي مختلفة طبعا في التصميم بتاعها، لكن هي الاساس بتاعها نظام واحد. شايفين عاملين ازاي؟ حلو قوي، البلكونات بتاعتها جميلة. لو كنتوا شفتوا الفيديو الاولاني اللي نزلت لكم فيه جولة في الشقة كنتوا هتعرفوا ان البلكونة خطيرة. البلكونة لوحدها شقة. بصوا شكل المباني حلو قوي. يعني لما بتيجي فرصة ان انا اصور المباني ما بس يعني ما بتأخرش. تاني حاجة ان الشوارع بصوا زي ما انتوا شايفين كده رايقة وهي يعني هادية خالص، حلوة قوي. طبعا ما ينفعش نكون في راس البر وما نجربش الفطير بتاع اولاد فتوح او اخوان فتوح. بصوا اللي هناك الفطاير، بصوا الفطاير والبيتزات دي اكتر حاجة مشهورة بيها، وخصوصا الفطير يعني. في بقى هناك ناس كتير قوي بلبول بقى ودعدور دوت وفتوح. بصوا ناس كتير جدا. طول ما انتوا ماشيين هتلاقوا المحلات بتاعة الفطير والبيتزا موجودة هناك. هناك كمان الفطير بتاعهم نظام اللي هو يعني بيبقى من جوه يعني من جوه. بصوا هو يعني محشي من جوه ومحشي من بره. بصوا حلو قوي. المهم بقى اتغدينا وابتدينا بقى رحلتنا في شارع النيل. عايزه اقول لكم برضو من اشهر شوارع راس البر، ما ينفعش ان انتوا تيجوا فيه، يعني اصلا هو يعني اشهر شارع في راس البر. ماسك السوق، ماسك عزبة البرج، لان انتي بتاخدي منه المعدية لعزبة البرج. ماسك حاجات كتير قوي، هو اشهر شارع. تقدري تبقى تعملي في منه شوبينج، تقدري تعملوا منه كل حاجة. في محلات لبس، بصوا كل المحلات الحمد لله كانت فاتحة. بصوا احنا هنا بقول لكم ان برضو من الحاجات المشهورة قوي في راس البر هي ان انتوا تاخدوا كده ايه مركب كده كبيرة، ويلف بيكم بتاع نص ساعة لحد دمياط ويرجع بيكم تاني. برضو من الحاجات الحلوة قوي ومن التجارب الجميلة جدا اللي انا بصراحة اجربتها. هنا بقى وانا بتمشى في شارع النيل فوجئت بقى بايه؟ فوجئت اني حاطين معرض. تعالوا بقى نشوف المعرض ده نظامه ايه. بصي الشنط دي، هي بكام دي؟ لا دي يا دعاء، بس احنا محتاجين العلماني دي. دي بعيدة يا حبيبتي. خدي بالك دي يدوي. بس يا ريم، بس يا ماما مش اللي هي صغيرة. بس يا بنتي بس شوفي يا ماما لسه قليلة برضه. ماشي يا حبيبتي. بصي يا مريم.
طب هو ايه الفرق يعني؟ دي حمرا ولا دي ايه؟ يعني بتبقى حمرا ودي بتبقى بيضة، في ناس بتحبها حمرا وفي ناس بتحبها. دي للجسم بقى ولا للاكل؟ ده للجسم وللوش كله. الماسك اللي هو ب 10 والسيرة ب 30. نعم يا مريم. ايه؟ مش موجودة؟ طب انت عارفه الاسعار؟ ما هي مكتوبة اهي، ما هي كاتبة اهي. مش عارفة، حاسة ان هي مش عملية يا مريم. دلوقتي بتعمل عاملة ايه؟ لطيفه والله جدا. ايوه فعلا اسعاركم حلوة. بالنسبه للحاجات الهاند ميد والحاجات دي الاسعار يعني خلي بالك ان شغل الضغط ده مش موجود في السوق. لا ما انا عارفة، ما انا شايلة اهو حاجات اهو. لا وايه والتبطينه نفسها. ايوه ايوه. ده متقفل عليه مش بتنضف. ده مترين ده مترين. نعمل بقى ايه متاح بقى تنفيذ اي لون واي شكل. مم. عشان بتجيب الترابيزات اللي عشان بس مباشر لكل المعرض. زي ما انتم شايفين. بس يا ياسين طب روحي يا مريم. حاضر. حاجات حلوة قوي. بصي دي بتاعت المفاتيح. غالية اهي. ايه؟ جابها من عندنا الناس صح؟ لا لا اصل هي لسه واقعة يا عيني. اه جميلة. بقولك بكام دي؟ والله حلوة. يا خرج على الشنط دي تحفة. قولي الدعاء عليها دي جميلة. اه دي لا بس الحاجات دي تبقى حلوة وهي رايحة كده. لا انا عندي دي. دي تحفة. دي تعيش العمر كله. اه ما شاء الله يا رب. انا وسعاد. هنا الوان بقى واشكال. هنا بقى الصغير بقى للبنات الصغيرين شويه. ماشي شكرا. نورتونا. الله يخليكي. شهر رمضان بقى. لابس بتاعها كمان بكام دي؟ ايه؟ ممكن اخليها لك 10 ايه؟ ممكن اخليها لك اصل الحاجات دي هاند ميد هم اللي بيشتغلوا. نعم. ده دي بقى بصي حاجه الكوبايات نوع التدريس ده نوع تدريس ده نوع التدريس ده اسمه ايه؟ وده بكام؟ او البنش الواحد ب 100 الواحد ب100. طب والله حلو. حلو قوي. اه ده صحته. وعندنا ميداليات في احسن. ميداليات العاديه والواحده بيديك 5 جنيه للقمر. عايزين مثلا الواحده ب 5 جنيه
ب5. يا بنات عايزين حاجه؟ مش عارفه. طب استني. ما هي هتنتهي اهي. طب استني كده. خليها تلعب معايا بره. يلا. نعم. لا ده تبع القناه بتاعتي انا. لا ده انا داخله بالصدفه. انا ما اعرفش ان انتوا عندكم. انا اصلا من القاهره. انا اصلا من القاهره. الله يخليكي. ما انتوا بتقولوا بكره اخر يوم. يا رب ان شاء الله. بصوا بقى، احنا هنا كنا في شارع النيل، وفجأة كده لقينا زي معرض كده حلو قوي، قلنا نخشه. وبصراحة ما ندمتش. كل الحاجات اللي فيه زي ما انتوا شفتوها كده اسعارها جميلة جدا، كلها حاجات هاند ميد. بصوا المعرض ده اسمه معرض الابن الخاص، وزي ما انتوا شايفين كده هو تأهيل مهني، دمج، ارشاد اسري، الحاجات اللي هم ذو القدرات الخاصة. بصوا دول الاولاد اللي هم عملوا الشغل اللي انتوا شفتوه دول، هم مصورينهم وهم عاملين الشغل ده. طبعا كل الفلوس اللي انتوا بتشتروا بيها هي بتروح ليهم هم. اسمها مؤسسة الابن الخاص، دي موجودة في دمياط. وبصراحة من احلى واجمل يعني الحاجات اللي انا شفتها في حياتي، معمولة بشكل خطير خطير خطير، بشكل حلو قوي، معمولة هاند ميد بطريقة خطيرة. بصوا لو اقول لكم شكل الحاجة عامل ازاي والفينش بتاعها، ولا كأني ناس محترفة بجد، ولا كأنها ناس محترفة بجد. انا اتفاجئت من كمية الحاجات اللي حلوة بجد. انا عايزة اقول لكم ان انا لو كان معايا فلوس والله العظيم انا كنت اشتريت حاجات كتير جدا، بس انا ما كنتش عاملة حسابي. يعني انا اتفاجئت، ما كنتش متخيلة ان هو هيبقى في حاجات حلوة قوي كده. حتى هنا كمان كان في ملايات وفوط وبشاكير. بصوا حاجات جميلة، والملايات دي هم اللي عاملينها برضو. بصوا دي مؤسسة تانية اسمها مؤسسة تراحم، برضو جميلة جدا. الحاجات اللي هي الهدفة دي يعني أهدافها حاجات كلها خيرية، فكل الفلوس اللي بتروح لحاجات خيرية، فاهمين؟ فبصراحة جميلة جميلة جميلة. يعني المعرض ده بصراحة أنا ما ندمتش بصراحة لما روحته. حلو قوي وفي حاجات جميلة. بصوا الشنط عاملة ازاي، كلها حاجات هاند ميد. طبعا انتوا عارفين الحاجة الهاند ميد بتبقى عاملة ازاي، وبتبقى قيمة. الحاجة لما بتقعد، الحاجة الهاند ميد بالذات كل لما بتقعد كل لما قيمتها بتبقى فيها، وغلوها كمان بتبقى غالية اكتر واكتر، وبتغلى اكتر واكتر. يعني انت عندك حاجة قطعة هاند ميد كل يوم سعرها بيزيد مش بيقل، لا كل يوم سعرها بيزيد. حاجات جميلة جدا. وعايزة اقول لكم هي بنفس الاسعار اللي بره، يعني نفس الاسعار، هما مش مغاليين خالص. بصوا هنا حتى كمان الاكسسوارات والحاجة، بصوا التوج، بصوا كل حاجة كانت موجودة. انا ما حسيتش ان في غلو في الاسعار، بالعكس انا في حاجات كانت رخيصه عن بره كمان. يعني في حاجات كتير قوي كانت عجباني بس، وكانت رخيصه عن بره، وجودتها يعني احلى كمان من بره. بصراحه جميل جميل. لكن للاسف انا لما رحت كان فاضل يوم واحد. انا كان نفسي قوي ان انا اعمل لهم زي اعلانات، او اعمل لهم زي يعني ايه تسويق ليهم، لكن للاسف انا ما عرفتش بصراحه. بصوا بقى هنا كان بيوريني البنت كانت بتوريني الكوسترات دي هي عاملاها يدويا، وهنا برضو الميداليات دي هي عاملاها يدويا، وكانت بتقولي ان ده مش لزق، ده كان غرزة كده هي بتعملها على ايديها، يعني غرزة يدوية كمان مش لزق. لا الكوسترات برضو كانت بتقولي ان هي عاملاها يدويا على ايديها. واسمها غرزة غريبة كده، فانش مش عارفة بصراحة دي ايه. برضو الملايات هنا بجد نوع الملايات يعني ايه القماشة بتاعة الملاية خطيرة خطيرة. بصوا انا قماش اول مرة في حياتي اشوف جماله وحلاوته عامل كده، خطير خطير خطير.
بجد حلو قوي، كان يوم حلو جدا جدا بصراحه، انا استمتعت فيه. هنا بصوا الكوسترات بقى اللي هي الحاجات التانية. ولحد هنا بقى بيكون اليوم بتاعي خلاص خلص، وكمان الفيديو بتاعي كمان خلص، وكمان الرحلة بتاعتي كمان لراس البر كده تكون خلصت. اتمنى تكون الرحلة عجبتكم زي ما عجبتني، والحاجات اللي فيها كانت يعني قدرتوا ان انتوا تشوفوا راس البر بشكل تاني. بصراحة أنا استمتعت جدا جدا فيها. إن شاء الله بقى الفيديو الجاي هقول لكم بقى معلومات عن يعني الرحلة أو راس البر بصفة عامة بقى، لو أي حد عايز يزور راس البر في الشتاء هي تبقى عاملة إزاي، إيه المعلومات المفيدة مجمعها لكم كلها إن شاء الله في الفيديو الجاي. أي حد عايز يزور راس البر في الشتاء، صدقوني مش هتطلعوا من الفيديو ده غير وانتوا عارفين كل المعلومات اللي موجودة فيه. يلا سلام عليكم، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.